السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. اي حد بيتابعني انا متشكرة ليه جدا. بصوا مش هطول عليكم الفيديو. النهارده كان السوق عندنا، وان شاء الله انا طلعت سوقت. جبت الحاجات اللي انا محتاجاها بس. جبت بطاطس، جبت فلفل على خيار، جبت طماطم. طبعا الحاجه دي قدام الشقه لسه ما دخلتش الشقه، لان مش هدخلها الشقه كده يعني. هقول لكم دلوقتي انا هدخلها ازاي. انا هدخلها الشقه ازاي. آه جبت كوسه، جبت طماطم. كام نوع طماطم يعني، طماطم جامده وطماطم حمرا شويه للطبيخ. وجبت الكرنب ده. انا ما كنتش هجيب كرنب صغير من ده، بس انا لقيته مع بنوته صغيره وقعدت تقول لي والنبي يا ابله اشتريه والنبي. فاشتريته بقى. لا اله الا الله. وجبت الليفت ده. طبعا اخدت على قفايا في الليفت ده. الليفت الصغير ده اللي في جنب الواحد ده. دول التلات وحدات، تلات ربطات كده صغننين خالص، مش حلوين. انا صدقت الراجل بقى لما قال لي ايه يعني ده كده. ده الواحده عامله ازاي، مسلوعه قوي ومش حلو. ولقيته بيقول لي ايه، اصل هو خلص وما عدتش هتلاقيه قبله. جبنا بقى التلاتة دول، مشينا قدام شويه، ركبنا التوك توك ومروحين. فلقينا بقى ده الكبير ده. قلت لاحمد انزل هات ايه. جاب بقى الربطه ديت اللي هي الكبيره دي. ما هي دي ربطه، دي ربطه. جابها دي لوحدها كده. جابها دي ب5. خلاص. وال ودي مع الصغيرين دول كده ب5. المهم الكرنب ده صغنون قوي على فكره. يعني هو باين كبير في الفيديو، هو صغنون. دول هي قالت له خدي التلاتة ب10، يعني دول ب20 جنيه. خلاص. دي بقى اقول لكم جايه ليه مفاجاه. جبت الطماطم الحمرا دي. انا مش فاكره، هو قال 3 ب10، انما دي جامده. دي ب5 جنيه، جامده قوي يعني. جبت الكوسه تقريبا برضو التلاتة ب10. 3 ب10. والبتنجان الكيلو ب10. والبطاطس قلنا دي ب6 جنيه، جايبه 3 كيلو. الفلفل الفلفل جامد. الفلفل والخيار الكيلو ب10. يعني انا جايبه كيلو ونص فلفل وخيار، لان عندي خيار في التلاجة. ودي شنطه طماطم تانية، وكده دي الحاجات اللي احنا جبناها من السوق. وجبت حاجه تانية برضو هفرجكم عليها. احنا جبنا شكاره العلفه دي 10 كيلو، علشان احنا جبنا مفاجاه. احنا جبنا جريمه، عاملين جريمه النهارده. انا كنت طالعه اسال، وبعد كده سويت الجريمه وجبتهم. المهم ديت متطلباتنا من السوق، يعني هي اهم حاجه الطماطم. جوزي بيحب الحادق اللفت. الكرنب طبعا يا رب يطلع حلو. والكوسه بقى نعملها ان شاء الله كده ونحطها ايه في التلاجة. اي حاجه تانية بقى، مكرونه شعريه، انا عندي كل الحاجات دي. هي طبعا الحاجات دي انا اعوذ بالله من كلمه انا. طماطم طبعا هتدخل على الحوض في البلاستيكيه على طول تتغسل، عشان مش هوسخ الشقه يعني. والليفت ده طبعا انا هنضفه بره قدام الشقه. البطاطس هتدخل على التربو. الكرنب طبعا هيفضل بره قدام الشقه على ما يبقى يتعمل يتنضف. وشكاره العلفه الصغيره دي هتطلع فوق في الشقه الفاضيه اللي فوق. ليه بقى عملنا جريمه؟ جبنا ايه؟ جبنا ايه للعلفه؟ هقول لكم دلوقتي. خلاص. المهم هي دي حاجتنا النهارده اللي احنا جبناها من السوق. الحمد لله، مش عايزه حاجات اكتر من كده. لو ناقصني حاجه بقى عندي هنا موجود في الشقه، حاجات بسيطه بقى لو كده لو احتاجناها بنبقى نجيبها ايه على مرور الايام. المهم انا جبت الحاجات الاساسيه. يعني ممكن الطماطم نطبخ بيها، نقعد يوم واتنين ناكل في الاكل اللي احنا عاملينه بالطماطم. البطاطس هكذا، الكرنب هكذا، بيعدي الاسبوع. وانا مش كل اسبوع اصلا بتسوق. المهم عشان ما اطولش عليكم الفيديو، يا رب اللي يعجبه الفيديوهات بتاعتنا يعمل لنا لايك، ويعمل لنا اشتراك في القناه،
وانا متشكره جدا على متابعتكم لينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.